طيب التبرعات دي مفتوحه لغايه امتى؟ لغايه امتى تقدر؟ لغايه 30/10، واحنا النهارده في 27/5، يعني معانا شهر 6 و7 و8 و9 يا 6 شهور. معانا 6 شهور ان شاء الله بالتوفيق ليهم. يعني واحنا بنناشد جمهور البرنامج والناس المحترمين، حتى رجال الاعمال والناس اللي نعرفهم شخصيا، وهذا الفيديو وهذه الكلمات وهذا المقطع لن يعرض فقط على شاشة قناة الصحة والجمال دلوقتي، لا، أنا أوعدكم إن المقطع ده يلف السوشيال ميديا كلها. من هنا من برنامج تأملات إنسانية بندعو كل شخص بيؤمن اهدى دكتور محمد، ثواني اهدى. بندعو لكل الجهات المسؤولة، يا ريت يعني نقدر نشوف الحل للموضوع ده، لأن فعلا الموضوع صعب جدا. بندعو كل شخص يؤمن بالإنسانية من خلال برنامجنا تأملات إنسانية أن هم يكونوا عونا لأختنا سالي في رحلة علاجها مع بنتها. تحب توجهي رساله ايه للجهات تحب توجهي رساله لمين الجهات المختصه؟ اتفضلي. حابه اتكلم فيها. اتفضلي. التعليم، يا ريت وزير التربيه والتعليم يوصلنا بعين يعني الرحمه شويه، الرحمه والرفق، ويدخلنا في مجال المنظومه التعليميه، ويوصي المدارس علينا انها تتقبلنا بسهوله، ان اولادنا ما شاء الله اذكياء، فمن حقهم ان هم يعني يتعلموا وياخدوا فرصتهم. اكيد طبعا. قبل التعليم العلاج، يعني انا بقى باكد على جزئيه العلاج دي، وبعتذر على دموعي وعلى صوتي اللي ما طلعش على الهوا من التأثر بالحالة، لأن أنا ليا صديق عزيز وأكتر من أخ اسمه محمود أحمد علي الجعيدي، راجل طيب من أسوان، كان ابنه يعني أحد المصابين بالحالة دي، وأنا بتوجه له بالشكر من خلال برنامجنا في حالة خاصة بحالة ابنه. فأنا عارف جدا يعني إيه حالة ضمور عضلات في أسرة، مقدر مدى المسؤوليه العظيمه اللي ملقاه على كاهلك. وانت ست قويه، انت قويه، وصدقيني حقيقي انت رمز للصبر. اصبري هتنولي، صدقيني صدقيني صدقيني، ربنا بيتكلم عن النقطه كمان بتاعت وقف العلاج. لو الفلوس ما توفرتش ايه اللي هيحصل؟ اتفضلي يا صوفي. لو وقف فعلا التبرعات زي ما انت بتقولي ان هو في تاريخ معين والتبرعات دي هتقف، طب في حاله بقى